جايز ما تكونش الأيام دي هي أحسن أيام بنمر بيها، وجايز كمان تكون صعبة، جايز تكون متعبة، وممكن كمان نكون مش قادرين نتحمل أكتر من كده. بس خليني أقول لك إن أنا دايما لما بحس إن الدنيا بتضيق بيا بدعي وأقول: اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن ربنا عز وجل هو الوحيد اللي عالم بطاقة كل واحد فينا، هو الوحيد اللي عارف أنت تستحمل إيه وما تستحملش إيه، وكمان تقدر تتحمل لحد إمتى ولحد فين. إحنا لما طاقتنا بتخلص بنحس إن الدنيا كلها بتسود في وشنا، وبنكبر 100 سنة فوق عمرنا، وكل ده بيكون في يومين أو 3 مش أكتر من كده. وساعتها بتبص على نفسك في المراية ما بتعرفهاش. ابتسامتك اللي بتكون طالعة من جوه قلبك ما بتكونش حقيقية، بتكون مزيفة، لأنها ما بتكونش طالعة من قلبك. الحزن بياكل من صحتك، والتجاعيد بتسرح من وشك لقلبك. قلبك بتحسه إنه هيتحرق من كتر الهم والوجع اللي أنت شايله جواه. بتحس إن الحياة وقفت، بتحس إنك مجبر إنك تعيشها وبس. يمكن نكون ساعتها بنكون أضعف حاجة من غير رحمة ربنا ولطفه بينا. إحنا في زمن صعب كله وجع وتعب ومرض وابتلاءات. عشان كده إحنا محتاجين الوصفة السحرية اللي أنا هقولها لك دلوقتي، الوصفة السحرية اللي هتحل لك كل مشاكلك. الوصفة السحرية هي الدعاء. ادعي دايما من قلبك وقول: يا رب يا رب خليك جنبي، يا رب انت عالم بحالي. ادعي وقول معايا: اللهم ارزقني الرضا بقضائك وحسن التوكل عليك. ربنا يا رب يهون على كل واحد فينا عنده ابتلاء، او حاسس بضيق، او شايف ان الدنيا اسودت في عينيه. خليك متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي جواك وحاسس بيك، وهينجدك من اللي انت فيه، وهتكون في احسن حال قريب جدا. قول يا رب وانت عندك يقين، واوعى تشيل الدنيا هم. ربنا عمره ما هيسيبك ولا هيتخلى عنك، وهيفك كربك. بس انت قول يا رب، قول يا رب في احسن ايام ربنا بيحبها. اختار الساعات اللي فيها النفحات، وقول يا رب وانت على يقين في الإجابة. والله ربنا اللي هيخرجك من همك، وهيكفيك كربك، وهيحلي لك دنيتك. قول: اللهم لا تحملنا يا رب ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. صدقني قول يا رب، وكفاية غم، واوعى تشيل للدنيا هم. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الأجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.